والله العظيم انا قلبي كان حاسس انها في يوم من الايام هتعمل كده. يا جماعه قلت لكم اول ما بابا مات نتصرف معاها وناخد حقنا منها، قلتوا لي هتزعل، زعلتنا كلنا. العيب مش عليها، العيب على ابوك اللي كتب كل حاجه باسمها قبل ما يموت من غير حتى ما يعرفنا هو عمل كده ليه. يوسف، لما تجيب سيره بابا الله يرحمه تتكلم عنه بادب. لا، ابوك كان عارف هو بيعمل ايه كويس. ابوك كان عارف ان ماما سعاد اكتر واحده هتعرف تحافظ على فلوسه وتراعي عياله دايما تخليهم متجمعين. النبي يا عم انت بطل الطيبه اللي انت فيها دي، ارحمنا شويه. بفرض ان كلامك صح، هي راحت فين ولا هندور عليها ازاي؟ بتدوروا عليا ليه؟ انا اهو زوجة ولا ايه يا ماما؟ خضتيني عليك، انت فين يا حبيبتي؟ انا كويسه حبيبي، بس واضح انكم ما دام اتجمعتوا كده تبقوا عرفتوا انا بعت المصنع. بس اللي ما تعرفوهوش اني كمان بعت الفيلا، وكمان مفيش واحد فيكم هياخد مليم من الفلوس دي. نعم؟ يعني ايه محدش هيطول فينا مليم؟ ايه الكلام ده؟ فلوس ده حقنا، دي فلوس ابونا. ثانيه واحده يا جماعه، ممكن نهدى؟ ماما بعد اذن حضرتك، ممكن اعرف حضرتك عملت كده ليه؟ يعني لو في مشكله واحنا ما نعرفهاش قول لنا. انت يا ابني انت بتخترع عليها اي مبررات؟ بتقول لك مش هنطول ولا مليم، يعني احنا بره الليله كلها. انا برضو قلت كده يا هاشم، بس انتوا برضو عارفين ان ابوكوا كان بايع لي كل حاجه باسمي، يعني انا دلوقتي من حق الفلوس دي. بس انا مش هعمل كده، هدي لكل واحد فيكم نصيبه في الورث حسب الشرع، بس بشرط الاول هنسدد الديون كلها اللي علينا. والحاجه بقى التانيه اللي انا هعملها ولازم تعرفوها، انا هشيل لنوح نصيب زيه زيكم بالظبط، وانا اللي هحافظ له عليه لغايه ما يرجع من ايطاليا وياخد حقه. هو نروح في ايطاليا؟ حسن صاحبه كلمني وقال لي كده. هو مش سابنا وهج، يبقى ملوش نصيب في اي حاجه. ده واحد ما فكرش غير في نفسه وخلع، وهو اكتر واحد عارف الديون والمصايب اللي احنا فيها. هج من عمايلكم السودة اللي ما في واحد فيكم مره قال له كلمه حلوه ولا طبطب عليه، وكنت شايفه وساكته بقول يا بنت فوتي، اخوات في بعض ما يجراش. بس اخرة المتمه اخوكم الكبير يتهموا في مراته، يا لهوي، وعايزينه يفضل عايش بينكم ويوريكم وشه. ايه الكلام ده؟ كلام ولا مجاله ولا ينفع يتقال اصلا. هو احنا في ايه ولا في ايه؟ بعد اذنك احنا مش هنمشي من هنا غير اما كل واحد فينا ياخد حقه. يا سلام، هتعمل ايه؟ دي فلوسي ومن حقي بالقانون وبالشرع. قول لي هتتصرف ازاي؟ خلاص يا ماما اهدي بعد اذن حضرتك. طبعا احنا موافقين، ان شاء الله اول ما نوح يرجع ياخد نصيبه. ويمكن ما يرجعش. ان شاء الله عنه ما رجع، او حتى كان بينا اصلا. ده يا جماعه ما ينفعش ياخد زيه زينا، ملوش نصيب في الورث اصلا. ده مش ابن نادي بشكل شرعي ولا حتى بغير شرعي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ماشي خلاص، لما ان شاء الله يبقى يرجع يحلها الحل. طيب يا ماما انت هتقعدي فين دلوقتي بعد ما بعنا الفيلا؟ وايه اللي هتقعدي فين؟ هي دي عايزه كلام؟ ماما هتقعد عندي، ده انت هتنوري يا سوسو والله. الحنين نشتغل ايه؟ مفيش اي طقم حنيه؟ بتقول ايه يا عمر؟ يعني مش عارف. لا لحظه واحده، ماما سعاد لو هتقعد عند حد يبقى لازم تقعد عند الكبير، تقعد عندي وتنورني. طب وما تقعدش عندي انا ليه؟ ده حتى تبقى متسليه مع فريده. على فكره انا كمان بحبكم قد انتوا ما بتحبوني بالظبط، بس الاصول بقى لازم اقعد عند ابني الكبير، مش كده يا هاشم؟ طبعا، ده انت لو ما شالتكيش الارض اشيلك جوه عينيا. ماشي يا حبيبي، بس بشرط حسك عينك تتكلم معايا تاني مره في الفلوس والورث. عينيا حاضر، تتنوري الدنيا وما تزعليش يعني عشان العصبيه اللي احنا فيها دي. احنا ده حقنا وفلوسنا، وكنا بانيين ومعشمين يعني نفسنا على احلام ومشاريع كتير كلنا. ايوه كلنا، فما ينفعش تقول لنا ما فيش فلوس يعني. بس على كل هتنوري الدنيا، حضري نفسك واول ما تقولي لي تعالى انا تحت امرك جاهز يعني. يلا سلام عليكم. تصبحوا على خير يا ماما. بالسلامه. بالسلامه يا حبيبي، بالسلامه.